السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني المحترمين من كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة أنا كنت في الوكالة اللي هو الخميس. النهاردة ايه؟ الخميس. حبيت أعمل لكم جولة بكل اللي في الوكالة، الاستندات كلها، الأسعار كلها، علشان تعرفوا الدنيا ايه، وعلشان تصدقوا كلامي ان أسعار آخر الأسبوع بتبقى حدوتة يا بنات. النهارده البلوزات الصيفي الجميله قوي دي معايا، وكلها ماركات زي ما انتم شايفين كده، ب 35 جنيه بس. 35 جنيه، لا اكثر ولا اقل. تمام، زي ما انتم شايفين. كمان في ملابس اطفال، وفي ملابس وفي بنطلونات صيفي وشتوي. كل ده هتشوفوه معايا في الفيديو ده. بس قبل ما ندخل في الغميق نعمل ايه؟ نذكر الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. كمان نصلي على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وعلى فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، انتوا لو رحتوا بكرة اللي هو الجمعة هتلاقوا من الحاجات دي كتير جدا. بصراحة الصيف ده انا شايفة الاسعار فيه ممتازة جدا. الصيف اللي فات انا اول ما نزل الصيفي كانت البلوزة نازلة ب120 جنيه، وكان في ناس، كان في كتير شباب حاطين عليها 150 كمان، والله العظيم. السنة دي انا مش شايفة ولا 120 ولا كلام من ده. اكتر حاجة شفتها في الوكالة كانت ب100 جنيه، واللي اكتر منها كانت بس ابو غالية، عشان ابو غالية شغله كله بالتيكت. كانت البلوزات ب200. تمام. ودلوقتي خلاها 125 جنيه. وعملت لك الفيديو ده امبارح، رحت امبارح عند ابو غالية عملت عنده جولة. بصراحة ابهرني السعر. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ده زي تونيك كده يتلبس على بنوتة محير، حلو جدا اهو زي ما انتم شايفين. عايز بنوتة كده على بنطلون جينز، والله العظيم ينفع جدا جدا للعيد. آه، طبعا ما تتضايقوش من الكلام ده، لان الظروف اللي احنا فيها خلتنا يظهر هنضطر لكده. الاسعار اوفر جدا، اسعار اللبس يعني نار، خصوصا ملابس الاطفال. بصوا شايفين زي دريس كده بناتي حلو جدا. كل الحاجات اللي قدامنا دي بلا استثناء ب 35 جنيه بس. انا كمان صورت شوية بنطلونات. بصوا، بصوا السعر 35 جنيه. بصوا، بصوا البنطلون الاحمر، الله على جماله وعلى الماتيريال. يعني مش قادره اقول لكم بقى على الماتيريال بتاع البنطلون ده كان عامل ازاي، فظيع. شايفين؟ 35 جنيه. ده انتوا هتشوفوا معايا شوية بنطلونات بجد هتنبهروا جدا، وهتتبسطوا جدا، وهتدعوا لي والله العظيم. شوية بنطلونات عند الشاب ده. طبعا هسيب لكم رقم الشاب في اول تعليق مثبت. تمام. علشان بصوا ده نايك اصلي يا بنات، نايك اصلي والله العظيم. بصوا بنطلون مش ناقصه غير غسلة فقط، بس غسلة بس. هو لا صيفي قوي ولا شتوي قوي، خريفي كده. بصوا شايفين ماركات، والله العظيم ماركات. بصوا حاجة جميلة جدا. 35 جنيه يعني. بقول لكم الأسعار السنة دي بجد بجد أنا نفسي عجبتني قوي. أسعار الصيفي عجبني قوي قوي. بصوا شايفين البنطلون؟ يعني انا مش عارفه واضح ولا لا، لان الاضاءه طبعا انا تحت الكوبري في الوكاله، تحت الكوبري على الاستندات اللي هي بتبقى تحت الكوبري دي. بس يعني انا شايفاها واضحه شويه. بصوا، بصوا البنطلون قد ايه حلو. ما فيش غلطه، والله ما في غلطه. انا فرستهم كلهم، ما في غلطة. وانتوا برضو فريزو تاني، يمكن انا برضو في حاجات ما خدتش بالي منها، بس انا حقيقي انا نفسي ما شفتش غلطة والله العظيم، ولا ديفوهات ولا دوبان ولا اي حاجة من دي خالص. تمام. لو انتي بقى حضرتك اول مرة بتشوفي قناتي، اتمنى بقى تشتركي في قناتي. كل يوم بجيبلك، بعملك فيديوهات من الوكالة على الاسعار وعلى الموديلات. بصوا ده ماركة وجميل قد ايه. 35 جنيه ينفع بنت سن محير كده تخرج بيه، وينفع بنت في جامعة كمان لو رفيعة. بصوا في حاجات بالتيكت ازاي، شايفين؟ يعني فيها كمان حاجات بالتيكت. بصوا البنطلونات اللي هي اللي بيقولوا عليها ميلتون. بصوا والله ماركات حلوة يا بنات والله. بصوا ماكس، طلع ماركة ماكس. فانا لما بشك في حاجة كده ان الماتيريال بتاعها عالي، ببقى عارفة ان انا لو بصيت على الماركة هلاقيها ماركة، وفعلا بلاقيها ماركة. كل يوم بنزل اجيب لك احلى اسعار من الوكاله، وكمان افضل اماكن تروحيها، علشان لو رحتي الوكاله ما تلفيش كتير وتدوخي، وفي الاخر تلاقي نفسك رجعتي ولا جبتي ولا اشتريتي ولا استفدتي.
انا يمكن قابلت متابعين، تمام، النهارده هناك. آه لقيتهم بيلفوا برضو عمالين يقولوا لي مش لاقيين ملابس صيفي حلوه للاطفال. بصوا وديتهم المكان ده. المكان ده قدام مستشفى الجلاء زي ما حضراتكم شايفين كده. وكان اي حاجه عامله 45 جنيه. كان اي حاجه عامله 45 جنيه. بصوا فساتين اطفال روعه والله يا بنات. فطبعا قالوا لي لا ده مكان حلو جدا وكده، وبرضو اتبسطوا. بصوا دي كانت ماكس، بلوزه كده صيفي بناتي محير حلوه قوي. ماكس. بصوا المكان ده فيه شويه فساتين بناتي روعه. بصوا كلها حاجات حلوه قوي. شايفين؟ كان في بقى حد واقف عمال ياخد رأيي في فساتين، برضو بينقي فستان لبنته كده، فكنت عمالة برضو اديها رأيي. فعشان كده لو تلاحظوا كل شوية ايه ابص يعني بركز الكاميرا كده وابص عليها شوية. بصوا دلوقتي اهو كنت ببص على على الفستان اللي هي بتوريهوني، يعني بتاخد رأيي في حاجات وكده، وبقول لها كويس، يعني بتقول لي السنتين ونص حلو، بقول لها اه كويس وكده. بصوا حاجات حلوة جدا. يعني بصوا مش هنقول ان الستاند كله A1، لا طبعا. انا اقدر اقول لكم ان الستاند نصه A1 ونصه A2 يعني. يعني مش كله المهم 100%، لا. يعني ممكن تطلعوا مثلا من الستاند ده قولي 20 فستان توب ممتاز جدا، وتجيبيه من بره بغلاء الاسعار، يعني فاهميني؟ مثلا زي الحته الجينز دي. بصوا ده سالوبيت. بصوا ده بنجيبه والله العظيم في العيد لولادنا غالي جدا. يعني لو رحتي محل اطفال هتلاقي الحاجه دي فعلا غاليه اوفر بطريقه رخمه قوي. شفتوا الابيض ده كان حلو برضو. احنا لسه هنخش جوه في الوكاله بقى وهنكمل ورا مستشفى الجلاء. احنا دلوقتي قدام بوابه مستشفى الجلاء، هنخش بقى من جنبها كده وهناخد فكره برضو عن الاسعار اللي هناك. تمام. هنروح عند محمد اللي انا بصور عنده برضو فيديوهات كتير في الوكاله. بصوا شايفين؟ والله فستان في منتهى الجمال والشياكة، حلوة قوي. اهو انا كده رحت عند محمد، يعتبر عند مستشفى الجلاء. عند ايه اهو محمد اللي قاعد ده، اللي هو قدام شركة مصر للاستيراد والتصدير. بصوا عنده حاجات ب25 جنيه، وكانت وهم وحدوتة والله حرفيا كانت حلوة قوي يا بنات. 25 جنيه. بصوا بقى مش هنقدر نقول ان كله صيفي، لا. ده في شوية صيفي على شوية شتوي، على كده على كده، فاهميني؟ يعني ال الحاجات عنده كانت متنوعة زي ما بيقولوا كده، بقى تصفيات خالص. فحبيت برضو اديكوا فكرة عنها. 25 جنيه بس اي حاجة من دول. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، الحاجة جميلة قوي قوي يا بنات قوي. بصوا هيكول مثلا زي ده حلو قوي ده، والله ينفع اولادي محير. بصوا شايفين؟ بناتي برضو جميل جدا، ينفع على بنطلون جينز كده للوقفة يا ستي، مش للعيد. برضو هيبقى حلو قوي، لاني لسه الدنيا هتبرد تاني. متنسوش ان رمضان هيجي في شهر 3، فممكن الدنيا تبقى مش حر قوي، يعني لسه بيبقى لسه في ايام هتبقى في برد برضو. بصوا سويت شيرتات وحاجات حلوة قوي. اي حاجة بقى من دول ب25 جنيه. حضرتك نقي يعني قلبي في الستاند وهاتيه من اوله لاخره، يعني ما تيأسيش من اول قطعتين 3. والله العظيم انا نفسي كنت بشوف الحاجه كده ممكن اول 5 قطع ما يشغلونيش خالص، والاقي لا ايه ده، لا 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 الحاجات هنا مش حلوه صدقيني. اقسم لك بالله انت ممكن يكون اخر قطعتين هم اللي حلوين جدا ويستاهلوا مئات الفلوس، يعني مش فاهميني؟ بصوا دي دفايه مثلا اهي ب25 جنيه، ولو جبتي عليها بنطلون خلاص بقى عندك تريننج دفايه ب50 جنيه بس. احنا بنروح نجيبه من السوق ما يسواش نكله، وبيقول لك ب70 وب80 الدفايه وب100 كمان. فانا لا، انا رايي انا ان احنا نجيب الحاجه. بصوا ده كان زارا، شايفين؟ لا رايي انا بقى ان احنا نجيب الحاجه الاصليه اللي هي الماركه. تمام. وما نقولش بقى لا اصل ده ملبوس قبل كده. صدقوني الحاجه بالتعقيم، يعني طالما اتغسلت غسله كويسه واتعقمت اظن احنا كده خلاص تمام، يعني في التمام.
فاهميني؟ احنا في ظل المرض وخايفين وكل حاجه، بس صدقوني كل حاجه بايد الله، كل حاجه بايد الله. انتوا بس قولوا يا رب وتوكلوا على الله في كل حاجه، في كل خطوه بتعملوها في حياتكم، والله العظيم هتفرق معاكم كتير جدا. انا نفسي بجيب من ملابس الوكاله، اقسم لكم بالله ابني بيلبس احسن تي شيرت، احلى سويت شيرت بيلبسه، احلى بنطلون بيلبسه بين اصحابه، ولا اي حد بيقول ده جايب من الوكاله. ومش معنى كده ان كل اللي لابس ماركه يبقى جايب من الوكاله. وحتى اذا قالوا انا ما بعملش حاجه غلط، لا انا ما بعملش حاجه غلط، انا بجيب الحاجه بعقمها، واللي يقول يقول. بصوا الحاجه دي مبطنه قد ايه يا بنات وجميله، ده بنطلون مش قادره اقول لكم جميل قد ايه. بصوا عماله ابين لكم في تفاصيله ازاي، ده بنطلون دفايه والله العظيم يلبس 7 8 سنين كده. بصوا عماله اقلب فيه شمال ويمين لان السعر لا يذكر، 25 جنيه. طب ده حق ايه؟ بوليرو زي ده بنوته محير كده 25 جنيه. ده تقدري بصي تي شيرت زي ده، بصي بقى، بصي الجمال والحلاوه وشكله تحفه، 25 جنيه برضو اولادي محير. هنا بقى كان عنده حاجات ب 45 جنيه تقريبا، دي حاجات دريسات، يعني كام دريس كده. قلت برضو اديكوا نبذه كده سريعه عن اللي عنده ده، يمكن يعجبكم حاجه وتلحقوا تروحوا. بسيب لكم طبعا ارقام الشباب تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، تمام؟ يعني بسيب لكم رقم الشاب. بصوا ده كان ماركة مانجو، بصوا دريس حلو جدا، ماركة مانجو دي معروفة برضو يا بنات. طبعا هسيب لك رقم الشاب الاولاني اللي كان عنده البنطلونات والبلوزات، تمام؟ هسيب لك رقمه، وهسيب لك رقم محمد ده برضو عشان لو عايزه تروحي وتجيبي منه. عندهم حاجات جميله جدا، يا ريت نقدر نستفيد اليومين دول. اليومين دول بقى مش قادره اقول لكم، الوكاله ما بين بصوا زاره، الوكالة ما بين حيرة وما بين أسعار غريبة وكل حاجة. فهتروحوا هتلاقوا الحلو كله سواء صيفي ولا شتوي، لأن في ناس عندها بواقي صيفي من السنة اللي فاتت فبتطلعها اليومين دول. خدوا بالكم من الحتة دي، فده كده تقريبا ده بواقي الصيف اللي فات، عشان كده السعر حلو عليه. روحوا بقى واستغلوا الموضوع ده. واحنا يا بنات بقى في اخر الفيديو، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم والجولة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو وعجبكم الاسعار وعجبكم الاداء وكل حاجة، ما تنسوش اختكم شيرين بقى في اللايك، دوسوا لايك فضلا منكم وليس امرا قبل ما يعقل يا جدعان. قبل ما الفيديو يخلص. وكمان شيروا الفيديو ده بقى لاصحابكم يا بنات عشان الكل يستفيد ان شاء الله، وكلنا نفيد بعض يا رب. دايما نكون منفعة لبعض ونقدر نفيد بعض، وكله يوصل الفكرة لبعض. كنت معاكم شيرين كمال من قنوات الوكالة وأسرار الوكالة، وعندي قناتين تانيين ما تنسيش هسيبهم لك تحت الفيديو في أول تعليق مثبت إن شاء الله، عشان تدخلي وتشتركي وتنوريني وتنوري قنواتي. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.